تيجي اخدكم ونطلع على سوق التونس الحضاري، واللي ما يعرفش سوق التونس الحضاري يا جماعه يبقى فايته كتير. ازيكم يا حلوين؟ وان شاء الله لصفحتي تكونوا مشتركين. عايزه اقول لكم ان سوق التونس الحضاري، الناس اللي قدامي ومتابعيني من زمان عارفين ان الحمد لله ان انا كنت من اوائل الناس اللي راحوا سوق التونس الحضاري واكتشفوا الكنوز اللي موجوده فيه. تقدري تروحي من اي موقف عمومي جنبك، تركبي صقر قريش، وهناك من قدام محطه مخازن السلاب تركبي توك توك زيي وتخشي السوق. السوق منقسم لاقسام كتيره جدا، عندك سوق المناوله، وعندك بعد كده عملوا سوق في النص كده كبير جدا، والسوق بقى الاساسي اللي هو مبنى الف ومبنى جيم. السوق يا جماعه هتلاقوا فيه كل حاجه تخطر على بالكم وما تخطرش على بالكم، هتشوفوا فيه العجب تقريبا يعني. بصوا، اولا كل حاجه قديمه او مستعمله ممكن تلاقوها هناك. خارج الاوتيلات هتلاقوه هناك، خارج الفنادق هتلاقوه هناك، المطاعم، تصفيات المطاعم هناك، موبيليا، اجهزه، سيراميك، ادوات صحيه، حديد، الموتال. كل ده سوق المناوله كده اللي انا عديت عليه. وكمان بقى فيه سوق بره كبير جدا موجود طول الاسبوع، ده جديد يعني. بصوا، من اول ما تنزلوا كده لحد ما تخش السوق الاساسي جوه اللي هو السوق الحضاري، كميه حاجات يا جماعه هتشوفوها رهيبه رهيبه. لو انت محتاجه سراير فرداني، محتاجه ثلاجه، محتاجه غساله، محتاجه بوتاجاز، محتاجه ادوات للمطبخ، محتاجه اي حاجه هتلاقيها، اي حاجه هتلاقيها. مهندسين الديكور بينزلوا هناك بيطلعوا بحاجات تحف، تحف يا جماعه. الناس اللي بتوضب مطاعم، الناس اللي عايزه. انا كنت طبعا نازله عايزين استندات، كنا عايزين استندات في اليوم ده. اول حد مثلا قابلناه ده كان عنده كميه استندات وعنده كميه دواليب اللي هي بتاعت ايديال. الدواليب دي ما كنتش بلاقيها زمان كتير، بس موجوده دلوقتي في السوق. لاحظت الفتره دي كتير جدا اللي بتدور على الدولاب الايديال بتاع زمان ده اللي هو المعدن. ناس بتستخدمه استخدامات كتيره جدا على فكره. الراجل قال لي ب1500، تمام. حاجات وافكار كتيره جدا جدا جدا. لو انت محتاجه ايه هتلاقيه: ازاز، سيراميك، موبيليا، اجهزه، انتيكات. كل حاجه عندهم جديد وعندهم قديم. القديم طبعا بيبقى اكتر، وبيبقى فيه حاجات لقطه جدا، سخانات، غسالات، بوتاجازات، كل حاجه هتلاقوها هناك في سوق التونس الحضاري يا جماعه. حاجات شغاله، ممكن تاخدي حاجه فيها عيب بسيط حسب ما انت ايه بتتفرجي، وحسب ما بتشوفي، وحسب ما بتفصلي. طبعا النجف، ما يعني انا كنت جايبه قبل كده نجف نحاس رهيب. قبل كده مواتير للناس بقى اللي بتفهم في لف المواتير ومحتاجه مواتير معينه. الصنايعيه بيروحوا هناك يجيبوا احلى عده. اللي بيوضب بيت وبيوضب شقته وعايز يعمل بتكلفه اقل، بيروح هناك يجيب احلى حاجه، احلى حاجه. اللي عايزه تفرش بيتها وعايزه تعمل ديكورات بتروح هناك تبدع. بصوا حاجه المكاتب يا جماعه، في الجديد وفي القديم. البيبان يا جماعه بتاعت الشقق، بيبان. انا شفت كميه بيبان مستعمله وبيبان جديده امبارح، تحفه تحفه. الباب بحاجته محتاج، بصوا، رهيب. يعني لو هتجيبيه من بره هتجيبيه بالشيء الفلاني، تجيبيه مثلا بنص الثمن من هناك. الجهاز ده وانا كنتش عارفه هو جهاز ايه، كنت فاكراه جهاز ضغط. هو ما كانش عارف اللي قاعد هو جهاز ايه. بصوا كميه الحاجه ده. انا كده في سوق المناوله. انا هنا في سوق المناوله ده. قصدي السوق الجديد اللي هو قبل مبنى الف وقبل مبنى ب. طبعا هسيب لكم العنوان بالتفصيل في اول تعليق مثبت. سوق رهيب يا جماعه، اي حد محتاج اي حاجه بيلاقيها هناك. السوق حلو اكتر واكتر بصراحه، كبر اكتر واكتر وبقى حلو قوي. مجمعين كل الناس اللي بتشتغل في المستعمل والجديد كمان. يعني لاحظت كمان انه في ورش كتيره جدا للالموتال موجوده هناك. يعني انت مثلا نقيتي مثلا شباك الموتال كبير، خارج من فيلا، خارج من اي. دي عجبتني قوي البتاعه دي، بس ما لقيتش صاحبها كان قاعد. اللي هي عامله زي المطبقيه الستانلس دي. ومثلا عجبك الشباك او عجبك الحاجه، تاخديها وتوضبيها هناك على المقاسات بتاعتك. واخدين بالكم؟ طبعا السيراميك وحاجات الحمامات ما شاء الله، يعني واخده سوق كبير جدا ليها.
كل انواع السيراميك وكل انواع الحاجات الصحيه هتلاقيها. وانا ماشيه بقى لقيت الراجل ده وانا داخله مبنى الف، ده واخد لط من اللي عجبني قوي الكراسي اللي هو عنده دي كلها جلد يا جماعه. واخد لط من خارج اوتيلات، وواخد اللي هو الكافيهات، من ناحيه كده كارفور، كان في كميه كافيهات اتاخد الحاجات اللي فيها. بصوا بقى ده كراسي جلد رهيبه، قال لي الاثنين ب 1400. تمام، تقدروا تفصلوا طبعا شويه. كميه كراسي والله العظيم ما نعرف نجيبها من بره ابدا. عنده كراسي الجلد دي، وعنده ترابيزات مربعه، ودخلت جوه بقيه الشغل، بقيه اللوت بتاعه يعني. شويه كراسي وترابيزات يا بنات رهيبه رهيبه. بصوا الجمال. ترابيزه لو للمطبخ ولا ترابيزه وفي شفت ترابيزه كبيره جميله قوي اللي هي دي البني دي. الحاجات دي تحفه تحفه ان شاء الله. وبصوا البيضه دي، الكراسي البيضه التحفه دي رهيبه للبلكونه رهيبه. فعنده كميه كراسي حلوه قوي وسعرها حلو قوي قوي قوي. تمام. وبرده لقيت جوه حد كان عنده اوض نوم برده خارج اوتيلات، اجيبه لكم دلوقتي. اللي انتوا بتسالوا عليه اكتبوا لي بالتفصيل الحاجه اللي عجبتكم في الفيديو، وانا اسيب لكم رقم تليفونه، لان انا اخدت رقم تليفوناتهم كلهم. سراير بقى، عايزه سراير حديد. شفت سرير حديد جميل قوي من بتاع زمان، ده اللي كان عنده اللي هو غرف نوم خارج اوتيلات خشب زين، باين قوي على الخشب يعني، حاجه تحفه يعني. كان عنده حوالي 3 غرف في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. وتقدروا تفصلوا. امبارح سمعت اسعار شويه كانت عاليه واسعار كانت عاديه. يعني في تاجر يقول لك السعر حلو مناسب جدا، وتاجر يقول سعر عالي قوي. فميزه سوق التونسي انه بيبقى فيه فصال. تمام. تقدري تفصلي او تفاصل لحد ما توصل للسعر المناسب اللي تحس ان انت فيه مرضي وجايب حاجه في منتهى الجمال. كان عنده دولاب ضرفتين، وعنده دولاب 3 ظرف. عجبني قوي الخشب بتاعها جميل قوي قوي، حاجه كده محترمه. شفت كميه ركن وانتريهات امبارح يا جماعه، ايه ده، ايه الجمال ده. اوضه نوم مثلا زي دي قال لي سعر فيها جامد جدا، غرفه النوم دي. بس طبعا نقدر نفاصل فيها، نقدر نفاصل فيها. ميزه هناك الفصال مع طبعا جوده الحاجه، وانت اللي بتقدري او انت اللي بتقدر جوده الحاجه، نوعها، خشبها، حجمها، كل الحاجات دي. هناك ده سوق كبير جدا جدا. عشان بس الناس اللي بتقول ايه لا ده غالي، بس مثلا المطبخ زي دوت قال لي امبارح عليه ب 16000 جنيه. مطبخ زي ده اعلى متهيألي المطبخ ده. تمام. انا شايفه ان المطبخ رهيب، حلو قوي، زي الفل بالرخامه بتاعته، تحفه. يعني اللي ممكن تغير اللون بتاعه مثلا. فهناك دماغك بصي بتجيب لك حاجات كتيرة جدا، وتقدري تجيبي كل اللي نفسك فيه من سوق التونس الحضاري، وتبدعي بقى وتعملي اللي انت عايزاه. كمية الانتيكات والحاجات تحفة اللي هتلاقيها هناك. ولا الألموتال والحديد اللي خارج بقى من فنادق وخارج من قصور وخارج من شقق كبيرة. ده مكان مثلا مخصص بس للاستندات دي. الاستندات جبنا منها تحفة وسعرها كان تحفة، وانا كنت سائلة في كل مكان. فرش المحلات حاجة رهيبة هناك. بصوا بقى كمية اللي واحنا ماشيين مثلا، اولا العربيات هناك متوفرة جدا، تقدري تتفقي مع اي سواق ومع اي عربية بالسعر اللي يعجبك. وانا خارجة بصوا كمية البيبان يا جماعة، بص الباب ده طالع بحاجته كده، حاجة وهم. كل اللي نفسك فيه هتلاقيه في سوق التونس الحضاري. اكتبوا لي تعليق حلو زي قلوبكم الجميلة. بحبكم جدا جدا في الله، أغلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.